وسيله لفت الانتباه. ما تذكرون كنا ندرس في المدرسه كان الاستاذ الله يجزاه خير عنا وحنا في اولى ابتدائي وثاني ابتدائي بيشرح لنا على الوضوء. بيشرح عن ايش؟ الوضوء. عن الوضوء. وش يسوي الاستاذ؟ الاستاذ الحاذق هو يتوضا. مثال الاستاذ الله يجزاه عنا خير قلامي كانوا حي آمين. عبد الله عبيد يدرسنا احنا في اولى ابتدائي. ما زلت اذكر وانا صغير جاب مع جيك وخلى كل طالب ايش؟ يصب والثاني ايش؟ يتوضا. يتوضا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهدي يا ابو الحق الله. انا حاسب يا شيخ. اهدي. الحمد لله الحمد لله دجاجه. وهذا الدليل دجاجه طاهره. هذا الدليل ان الدجاجه قبل البيضه. اقول بالله توفيق اهجدي اهجدي جزاك الله خير. ابشري بالخير الحين اوديك الحين اوديك اهجدي ابشري. اهجدي الله يرضى عليك. اهجدي جزاك الله خير. اقرا عليه يا شيخ. فالشيخ عبد الله عبيد كان يتوضا قدامنا الى الان ما نسمع. الى الان انا جبتها كوسيله للفت الانتباه للمشاهد الكريم. الليله ايش؟ الليله جمعه. الليله ايش؟ جمعه. وبكره ايش؟ بكره السبت. يوم الجمعة بكرة السبت عندكم قطرة. بكره الليلة جمعة بكرة السبت هذه ما تصير ذي. الليلة جمعة بكرة السبت يا اخوي. الليلة ذي ليلة جمعة. بكره يوم الجمعه. اي بكرة يوم الجمعة صح يعني. قال صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا علي من الصلاة فيها. يوم ايش؟ يوم الجمعة. قال ابن القيم ويبتدي الصلاة على النبي من ليلة الجمعة. من ايش؟ من ليلة الجمعة. احنا الليلة جمعة. نعم. يعني هذه الحلقة ان شاء الله بتعرض ليلة الجمعة والمشاهد الكريم الليلة جمعة بيشوفنا. جايبين لها الدجاج وهالبيضة لحديث رواه مسلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى على فضل يوم ايش؟ فضل يوم الجمعة. لا. احنا جبنا هالبيضتين نبين فضل يوم الجمعة. لأنه في الحديث الصحيح رواه مسلم. أنتم معي؟ ولا ما زلتوا تضحكون على نط الدجاج؟ ترى ماني خواب والله. أنا لست بخواب ولكن على هذيك انا اضحك على ضحكة المخرج. لا أنا اسمعها. أنا ماني خواب الحمد لله بشركم من فضل الله. لكني فاجأني الموقف. يعني اي واحد منا ينقز. انا نقزت دليل على اني رجل نبي. انتم معي؟ فالشاهد نكمل الحديث الذي رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه عليه الصلاه والسلام قرب بدنه. وش البدنه؟ بدنه البعير. يعني الان اذن الفجر يوم الجمعه الى ما يطلع الامام. العلماء يقولون من اذان الفجر صلاه الفجر الى طلوع الامام كم ساعه؟ مثلا عندكم الاذان هنا في قطر 3:30 وربع مثلا. نعم. صلينا الفجر خلص الساعه 4 الى انتم معي الى ايش؟ تقريبا. ايوه الى ايش؟ انتم معي الى ايش؟ الى ان ينتهي طول عمركم طلوع الامام من المنبر. طلعنا الامام من المنبر. انتم معي؟ نعم. اذا طلع الامام من المنبر الان انتهت الساعه. انتهت الساعه خلاص؟ تنتهي الساعه. طيب اقسم ما بين صلاة الفجر إلى أذان الظهر مثلا 7 ساعات. نعم. تقسمها على كم؟ على 5. على 5. قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. نعم. من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح. من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. لعل مصور معي يطلع البيضات ويقرب الكاميرا لعله يقربها ويطلعها فكأنما قرب ايش؟ بيضة. طيب اسألك يا اخي عبد العزيز الحبيب ووليهون الاخوان ايهم اكثر اجر تصدق بيضة تصدق بها ولا ببعير؟ اكيد بعير. يعني اللي يجي في الساعة الخامسة يكسب ايش؟ اجر بيضة. واللي يجي في الساعة الاولى يكسب ايش؟ بعير. اجر بعير صدق بها. انا ما اقول لاخوي مصور اخوي ابو ناصر اللي يسمع الان يخرج حلقاتنا ولا المشاهدين اقول قد يصعب على الانسان ياتي بالساعه الاولى وهذا حالنا حقيقه. وحنا نشوف وحنا بعض الاوقات ندخل مساجد يعني تجي على قولهم على الساعه الخامسة وهي ساعه البيضة تلقى بعض الناس توهم يجون. والوقت اسف للرحيل. لكن اقول احنا ليش جبنا الثنتين ذولي؟ لان هي اقرب للناس. اقرب الناس البيض والدجاج صح؟ نقول يا اخوان خليك لمده مثلا اسبوعين 3 شهر على البيض ثم انتقل ايش؟ للدجاج ثم انتقل للكبش ثم انتقل. يعني شوي لكن لا تستمر كل عمرك. بعض الناس الان عمره تقريبا تدريجيا يعني فوق ال40 ايه نعم. فوق ال40 ما قد يوم قرب بدنها او قرب بعير او قرب بقره او حتى قرب دجاجه بل والله احلى من قرب بيضه. الوقت قرب للرحيل وازف للرحيل. لكن نكمل القضيه وهي يوم الجمعه اللي هو يوم عيد بالنسبه لنا ويوم مهم لحياتنا. بل قال صلى الله عليه وسلم والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما. جزاكم الله خير. الله يجزاك خير. الله يرحمه. ولا تدعون للناس اني خواف. الرجال النجمي والدجاجه ما خوفتني بس انها يعني فاجاتني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. سالت دموع